السلام عليكم. هنعمل النهاردة طاجن المكرونة بتاع محلات الكشري، كلنا طبعا بنحبه جدا، بس هنعمله النهاردة بالفراخ مش باللحمة المفرومة. هيطلع معاكي مستوي وتحفة جدا من اول مرة. بس تابعوا معانا الفيديو للاخر كده، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم. الطريقة دي هتعجبكم جدا وهتبقى سهلة وبسيطة، وهيطلع معاكي مقلوب كده من الطاجن، مش لازق ابدا، وتحفة وخطير بجد. اتمنى ان انتوا تجربوه. يلا هنبدأ كده في الوصفة على طول. واول حاجة هنحضرها الصلصة بتاعة المكرونة. هنفرم كده طماطم في الخلاط وهنصفيها كويس، وهنولع عليها، هنحط لها بس التوابل بتاعتها ملح وفلفل وبهارات، بس مش اكتر من كده. انا بستخدم بهارات لحمة مش بهارات فراخ. خلاص. هنسويها نص تسوية كده، مش هنسويها تسوية كاملة، لحد ما تكون بالقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. تمام. وهنركنها بقى على جنب كده، ونبدأ نجهز الفراخ بتاعتنا. في طاسة كده على النار هنحط فيها معلقتين من الزيت، وننزل عليها فراخ. انا مستخدمة نص كيلو من صدور الفراخ، مقطعة مكعبات صغيرة كده، مكعبات مش شرايح. تمام. مش شرايح زي بتاعة الشاورما كده، لا دي مكعبات. هننزل بالمكعبات بتاعة الفراخ كده في الطاسة، ومش هنقلبها الا لما يبدأ لونها يغير. تمام. اول ما بيبدأ لونها يغير معانا كده، هنديها تقليبة بسيطة علشان ما تنزلش المية بتاعتها. احنا عايزينها بس تتشوح كده وما تنزلش المية بتاعتها خالص. فهنديها تقليبة بسيطة كده، كل شوية نقلب فيها لحد لما لونها نلاقيه اتغير خالص. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كل ده على نار عالية علشان الفراخ ما تنزلش المية بتاعتها. تمام. هنفضل بقى نقلب فيها كده علشان ما تتحرقش مننا، لان النار بتكون عالية جدا. بعد كده هننزل عليها ببصلتين كبار كده متقطعين مكعبات برضو. تمام كده. وهنفضل بقى نقلب فيها شوية حلوين كده علشان البصل ينزل ميته كده هو كمان، ويتشوح مع الفراخ. خلاص. هنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا، ملح وفلفل وبهارات، وهحط كمان شوية كده من الكاري، وحاجة بسيطة خالص من الكركم علشان يدينا اللون الحلو اللي احنا بنحبه ده، اللي هو اللون الاصفر ده. هنقلب بقى شوية كده ونسيبها تستوي كده مع نفسها. بعد 5 دقايق كده هنرجع لها ونحط لها فلفل الوان او فلفل رومي، يعني المتوفر عندك. ممكن كمان تستغني عن الخطوة دي لو مش متوفر عندك الفلفل، خلاص تمام مفيش مشكلة. الاحمر ده فلفل الوان، ما هوش طماطم يا جماعة خالص. حطيت فلفل اخضر وفلفل احمر كده الوان. خلاص. هنقلبها بقى كويس كده ونسيبها بقى تستوي مع نفسها كده، يا دوب 5 دقايق 10 دقايق هتكون استوت، ونطفي عليها ونركنها بقى على جنب. تمام. نيجي بقى للطواجن بتاعتنا. ديت الطواجن اللي انا استخدمتها. هنبدأ ان احنا نديها مسحة بسيطة كده من الزيت، من الجوانب كده ومن من الأرضية بتاعتها. تمام. طبعا من اول ما بنبدأ في عمايل الوصفة بنشغل الفرن، ويكون الفرن سخن جدا اول ما بنحط فيه الطواجن، فعشان كده نبدأ ان احنا نسخنه من اول ما بنبدأ في الوصفة. بعد كده قطعت انا بقى مكعبات دواير كده من الطماطم. ممكن تستخدمي كمان بصل او بطاطس، ممكن تستغني عن الخطوة دي خالص وتحطي على طول في الطواجن، بس كده افضل يعني. تمام. هنرص بقى الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنبدأ ان احنا ننزل بالفراخ بتاعتنا اللي عملناها. هنوزعها كده بقى في الطواجن، كل طاجن فيه شوية كده، يعني نسبة وتناسب كده زي بعنيكي كده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده، ونوزعها في الطاجن كويس. انا استخدمت نص كيلو من الفراخ، وكمان نص كيلو من المكرونة. يعني نص كيلو الفراخ ونص كيلو المكرونة، عمل لي ما شاء الله 5 طواجن زي ما انتوا شايفين. تمام. بعد كده بقى هنجيب مكرونة اقلام،
وما هياش مسلوقة ولا مستوية ولا اي حاجة، طرية خالص من الكيس كده. انا استخدمت زي ما قلت لكم نص كيلو من المكرونة. هنبدأ نوزعها كده توزيع خفيف قوي، يعني ما تكتريش في المكرونة، لان طبعا المكرونة مش مستوية خالص، فلسه هتعلى في الطاجن، فعلشان ما ينزلش منك في الفرن صلصة او شوربة او ايا كان الحاجة اللي انت هتحطيها، لازم يكون في مساحة كده في الطاجن من فوق. تمام. بنحط طبقة صغيرة خالص من المكرونة، نضغط بقى على الطواجن كده زي ما انتوا شايفين، يعني ضغطة خفيفة كده علشان لما نيجي نقلبه بعد كده يكون متماسك معانا. تمام. بعد ما بنخلص كده توزيع المكرونة زي ما انتوا شايفين، هنجيب بقى الصلصة اللي احنا عملناها. طبعا ما هياش مستوية قوي زي ما قلت لكم، يعني نص سوا كده. نقطة مهمة جدا ان هي تكون سخنة، يعني شايفين الدخان اللي طالع منها. ده هيساعدنا في التسوية، مش هيخلي الطواجن تاخد معانا وقت كبير في التسوية في الفرن، يعني هتاخد بالكتير كده نص ساعة. هنبدأ نحط الطماطم او الصلصة زي ما انتوا شايفين كده، ونوزعها كويس. هنحط قد ايه من الطماطم؟ هنحط لحد ما نغطي طبقة المكرونة خالص. خلاص. هنغطي بقى طبقة المكرونة كده علشان نعمل حسابنا ان المكرونة مش مستوية، فمحتاجة ان هي لسه هتشرب من الصلصة علشان تستوي. تمام. هنملى بقى كل الطواجن زي ما انتوا شايفين كده. خلاص. بعد ما بنخلص بقى كمية الصلصة بتاعتنا، النقطة دي مهمة قوي، ان احنا حاطين الطماطم وهي سخنة، فبتظهر النشا بتاعت المكرونة، فبالمعلقة كده بقى، وبنحاول ان احنا نفرفر المكرونة كده شوية علشان تطلع معانا ما هياش معجنة في الطاجن بعد التسوية. تمام. يا دوب كده حاجة بسيطة قوي وكده تمام خالص. الخطوة بقى اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نجيب معانا فويل، او اللي هو ورق الالومنيوم. هنقطع كده منه على قد كل طاجن، ونبدأ ان احنا نغطي كل الطواجن كده علشان نكمرها كويس، فبتساعد على التسوية بتاعتها في الفرن. وزي ما قلت لكم يعني ما بتاخدش في الفرن حوالي نص ساعة تقريبا، بتكون خلاص استوت. تمام. هنخلص بقى كل الطواجن كده نغطيها بورق الالومنيوم كويس، وما تخافيش مش هتفور منك في الفرن ولا هيحصل اي حاجة، لان اصلا قبل ما هتفور هيكون المكرونة شربت كل السائل اللي في الطاجن. طبعا في الوقت ده بنكون بنسخن الفرن زي ما قلت لكم. هنحط بقى المكرونة او الطواجن على الصاجة اللي في ارضية الفرن خالص، ما بنشغلش الشواية ولا اي حاجة. بنحطها على نار عالية، بتاخد معانا في الفرن حوالي نص ساعة. زي ما انتوا شايفين كده كانت في الفرن، بتاخد في الفرن حوالي نص ساعة، وبعد كده بتكون استوت وتمام خالص. طلعتها اهو، بتختبري بس كده، بتطلعي مكرونية كده تشوفيها استوت ولا لا، وكده تمام. هي الفراخ حتى مستوية معانا، يعني يا دوب المكرونة تستوي يبقى كده خلاص. هنبدأ بقى ان احنا نقلبها كده واحدة واحدة. بعد ما نطلعها من الفرن بنسيبها يا دوب 5 دقايق كده، ونبدأ ان احنا نقلبها. تمام. شوفوا متماسكة جدا وتحفة، ما هياش ملزوقة ابدا في الطاجن، وطالعة معانا مستوية وتمام زي الفل ما شاء الله، بجد احسن من المحلات 1000 مرة. طبعا لو حابة ان انت تحطي لحمة مفرومة معصجة تمام يعني، بس اهم حاجة تتعصج طبعا قبل ما نحطها في الطواجن. كمان ممكن تحطي شرايح خفيفة كده من اللحمة. ممكن تحطي مثلا اي بواقي فراخ عندك، لو انت مش عايزة تحطي مثلا فراخ نية، ممكن بتحطي اي بواقي فراخ. تمام، مفيش اي مشكلة. بتطلع معاكي بقى تحفة جدا زي ما انت شايفة كده. قدمي بقى معاها شيبسي وسلطة. تمام، هتبقى غدا تحفة جدا وتغيير، وبجد يعني وصفة رائعة، يعني اتمنى ان انتوا تجربوها. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، ويعني اللايك بيفرق كتير قوي يا جماعة في القناة بجد، يعني اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو الفيديو عجبكم، وشيروا بقى الفيديو مع اصحابكم. السلام عليكم.